السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى مقرمشات واسرع مقرمشات ممكن تجربوها او تعملوها بكذا طعم انتوا حابينه، والنكهه اللي انتوا عايزينها هيطلع معاكم كميه كبيره جدا جدا، وطعمها كمان تحفه وريحتها كمان حلوه جدا جدا. ما تنسوش الفيديو لو عجبكم اللايك والشير. يلا بينا نخش على المكونات على طول. عندي المكونات بسيطه جدا جدا، تقدروا ان انتوا تضاعفوا الكميه وتقدروا ان انتوا تقللوا الكميه خالص، يعني ممكن اصلا تعملوا ربع الكميه دي وهتطلع لكم كميه حلوه جدا. شايفين البسكوت اخد لون ذهبي ازاي وسواه مظبوط جدا. يلا بينا نخش على المكونات على طول. اول حاجه عندي البسكوت اللي هي المقرمشات اللي احنا عاملينها بالخميره، مش بالعجينه اللي هي العاديه زي عجينه البسكوت العاديه، لا عجينه بالخميره. حطينا حوالي كوبايه ميه وحطينا عليها معلقه كبيره من السكر ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، وهبتدي ان انا اختبر الخميره واخليها على جنب. تاني حاجه المكونات الجافه عندي 3 كوبايات من الدقيق، حسب بقى الكميه اللي انت عايزاها. انا هنا عامله 3 كوبايات، ممكن تخليها كوبايتين بس، ممكن تخليها كوبايه واحده بس كمان. قسموا بقى ايه المقادير حسب الكميه اللي انتوا عايزينها. لازم اهم حاجه ان الدقيق انه يكون دقيق كويس، مش شرط يعني ان هو يكون دقيق معجنات او بسكوت عادي، ممكن دقيق اللي هو جميع الاغراض عادي. 3 كوبايات نخلتهم كويس. وكمان عندي معلقه صغيره من البيكنج باودر او البيكنج صودا، معلقه صغيره ممسوحه، معلقه صغيره يعني صغيره جدا، تمام. وعندي نص معلقه صغيره من الملح، وعندي كمان ربع كوبايه من الزيت. هبتدي ان انا اقلب المكونات دي كلها مع بعض لغايه ما الخميره عندي اتاكد ان هي شغاله وتمام. شايفين الخميره عملت ازاي، خمرت ازاي، بقت كويسه. هبتدي بقى انزل بمقدار الميه الدافيه والخميره، بس مش هنزل بالمقدار كله، يعني شويه شويه. هي بالظبط ال3 كوبايات دول اخدت معايا بالظبط كوبايه الخميره كامله. يعني انت لما تيجي تستخدمي في المعيار ايا كان بقى الكوب المعياري بتاعك، خليه واحد في كل حاجه. يعني في المكونات الجافه، في المكونات السائله، خلي الكوب المعياري عندك واحد في كل حاجه. وهبتدي ان انا اعجن العجينه بتاعتي. تعجينها طبعا على ايديكي عادي، مش محتاجه عجان خالص، لحد ما تكون العجينه بقت طريه تماما. هي بتكون طريه بس مش لزجه كمان ومش ناشفه. هوريكم سمك العجينه ازاي اللي قصدي عليها. ده احلى سناكس ممكن تجربوه، طعمه حلو جدا جدا وخفيف، والبسكوتيه خفيفه قوي كمان. والطعم بقى اللي انتوا حابينه تقدروا تحطوه، ممكن ان انتوا بقى تحطوا شويه بهارات، لو بابريكا، كركم، كاري، اللي انتوا عايزينه. انا عملت جزء بحبه البركه وعملت جزء تاني بالزعتر، والاتنين كانوا احسن من بعض. ابتدي بقى ان انا اقسم العجينه على عجينتين او 3، حسب بقى ايه كذا الطعم اللي انا حابه اعمله. شايفين العجينه ازاي بقت سطحها املس وطريه جدا، ومش كمان مش بتلزق، ما احتاجتش معايا اي حاجه زياده، لا دقيق او ميه ولا حتى زيت. هبتدي بقى احضر البول اللي انا هحط فيها، ان هو بيحتاج ان هو يخمر مثلا ربع ساعه. ادي قسمت اول العجينه على 2، عملت شويه بالزعتر وشويه بحبه البركه. ادي حبه البركه اهي، تقدري طبعا تستغني عنها براحتك خالص. ممكن تحطي سمسم، زي ما قلت لك ممكن تحطي كوكتيل مشكل كده بهارات. يعني في كمان بهارات اللي هي الجاهزه اللي هي بتاعت البطاطس دي، كمان بيبقى طعمها حلو جدا جدا لو انت حابه تحطيها. او لو عايزه تعملي ميكس من البهارات مع بعض، ممكن تحطي بابريكا مع توم باودر مع بصل باودر، بيبقى كمان طعمها حلو جدا جدا. بتبقى زي اللي هو المقرمشات اللي هي الشيبسي، بتبقى بكذا طعم، الجبنه المتبله او الطعم التاني. تمام. هسيبها بقى ان هي تخمر حوالي ربع ساعه بالظبط. تاني واحده اللي انا حطيت فيها المعلقه الصغيره من الزعتر. الزعتر كمان بيدي ريحه حلوه وبيدي طعم حلو قوي قوي. معلقه صغيره خالص. وهعجنها برده كويس قوي، بحيث ان هو الزعتر يعني يكون في العجينه كلها، ما يكونش في حته وحته ثانيه، لا هعجنها بردك مع بعض. شايفين العجينه طريه ازاي، وشغلها سهل جدا جدا. زي ما قلت لكم هطلع لكم كميه كبيره قوي تقدروا تحتفظوا بيها، هتقعد معاكي فتره، خصوصا ان هي ما فيهاش بيض وما فيهاش زبده ولا سمنه، فتعتبر كمان وصفه اقتصاديه وسهله وسريعه. هبتدي بقى ان انا اسيبها تخمر مع العجينه التانية ونص ساعه بالظبط او ربع ساعه بالكتير قوي، وهشتغل فيها على طول. هنا بالظبط لما عدت تلت ساعه على العجينه، هبتدي ان انا هفردها عادي بقى زي مثلا معجنات عاديه، رشه دقيق من تحت صغيره، وهبتدي ان انا افرد العجينه. بس حاولوا بقى اللي انتوا تعملوا البسكوت ده رفيع شويه، عشان ده فيه خميره فتلاقيه ان هو بيعلى شويه. بس التخريمات اللي احنا هنديها بالشوكه او بالخله ديت بتخلوش يعني ان هو ينتفخ قوي معاكي، بس هو بيكون في الاخر هش وخفيف قوي 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 قوي، مع كوبايه شاي او شاي لبن بيبقى تحفه بجد. اختاروا بقى القطاعه اللي انتوا عايزينها، بس اهم حاجه ان انتوا تقطعوا سمك رفيع، عشان كمان ما ياخدش وقت في التسويه كتير. هو اصلا يعني بالظبط قعد معايا ربع ساعه.
نار هاديه. طبعا اي بسكوت بتحب يعني الافضل ان انت تخلي النار عليه هاديه، ما تكونش النار عاليه خالص، بحيث ان هو ياخد وقت في التسويه وكمان ما ياخدش لون زياده. دي قطاعات صغيره. لو انت بقى عايزه تعملي تختاري قطاعات كبيره شويه مفيش، براحتك بقى، يعني التقطيع ده زي ما انت عايزه. زي ما قلت لك المقدار ده عمل لي كميه كبيره جدا، تقدري انت تقلليها، تعملي بكوبايه دقيق واحده بس وتجربي الاول وتقللي بقى الكميه كلها على يعني نفس المقدار بقى، بس تقللي بقى. يعني 3 كوبايات خدي كوبايتين، كوبايه قللي الزيت، قللي الخميره، قللي كل حاجه فيها. هطلع بقى الكميه كلها واحطها على صاج، وزي ما قلت لكم اكون مولعه الفرن قبليها ب10 دقايق بحيث ان الفرن يكون سخن، وهدخلها بالظبط يعني اخدت معايا بالظبط ربع ساعه. ما ولعتش عليها الشوايه، ولعت من الفرن من تحت بس، وهي اخدت لون ذهبي لوحدها. بس النار زي ما تكون، زي ما قلت لكم، تكون هاديه شويه. لو فرن كهرباء انا بشغل الفرن شغال فوق وتحت، فرن الكهرباء بيكون اهدى شويه من الفرن العادي. وهبتدي ان انا اديها تخريمات بالخله او بالشوكه عشان ما تنتفخش جوه الفرن. تقدروا بقى تعملوا الكميه كلها بعد كده تديها التخريمات، او تقدروا مثلا واحده واحده تعملوها زي ما انتوا عايزين. باقي العجينه برضو بنفس الكلام، هبتدي ان انا افردها على دقيق وهكمل تقطيع بقى لحد ما اخلص المقدار عندي كله. زي ما قلت لكم طلعت لي صاجه كبيره جدا وكمان صاجه صغيره من زي اللي انتوا شفتوها دي. هنا القطاعه عندي قطاعه اكبر شويه. وما ننساش التخريمات تعملوها، دي ضروريه جدا. يلا قوموا جربوا بقى دلوقتي البسكوت ده وقولوا لي رايكم فيه ايه. حتى لو جربتوا كوبايه واحده بس منه هكتب لكم على المقادير في صندوق الوصف، سواء بالكوبايه او سواء بالجرام، وسواء لو انتوا عملتوا المقدار اللي هو 3 كوبايات ده او انتوا قللتوا الكميه، هعمل لكم على المقادير في الناحيتين. ما تنسوش الفيديو لو عجبكم اللايك والشير. كنت معاكم اسراء طارق، سلام عليكم.